السلام عليكم. عايزين نحكي عن فكري أباظة. صلى على النبي، كل النبي يصلي عليه، ويلا نحكي الحكاية. فكري أباظة هو الأخ الصغير للدنجوان رشدي أباظة. اتولد فكري سنة 1950 لأسرة طبعا عريقة، هي أسرة أباظة. دخل فكري أباظة عالم التمثيل في السبعينات. أولى أفلامه كان فيلم البنات لازم تتجوز سنة 1973. بعد كده فيلم الحساب يا مدموزيل سنة 1976. وانطلق بعد كده فكري في سلسلة من الأفلام والمسلسلات، والحقيقة إنه ترك بصمة كويسة جدا في عالم الفن. من أشهر أفلام فكري أباظة سر للغاية، أيام السادات، ومن أشهر المسلسلات ومحمود المصري، وغيرها كتير من الأعمال الفنية الناجحة اللي تركت بصمة جوه محبيه. بالنسبة لجوازه، فهو اتجوز من الفنانة حياة قنديل اللي اتعرف عليها خلال تصوير أحد الأفلام، وجمع الحب بينهم، وده كان في نهاية السبعينات. رشدي أباظة كان ليه دخل كبير في توثيق وتأكيد الحب ده. طول الوقت كان رشدي أباظة هو الأخ الكبير والأب والسند لفكري. فكري كان دايما بيشوفه القدوة والملهم بالنسبة له. حياة قنديل وفكري أباظة ربنا رزقهم بثلاث ولاد، شيماء وشاهندة ومحمد. قررت الاعتزال في التمانينات عشان تخلي بالها من أسرتها ومن جوزها. زي ما قلنا فكري كان شديد التعلق برشدي، بدأ يجمع مقتنياته، وكمان كان ناوي يوثق قصة حياته، لكن للأسف القدر ما أمهلوش. توفى على غفلة فكري وكان عمره 54 سنة، وده نفس العمر اللي توفى فيه رشدي أباظة، سبحان الله. توفى فكري وهو بيمارس رياضة التنس، فجأة قلبه وقف، أزمة قلبية، وملحقوش يسعفوه وتوفى في الحال. رحل فكري في هدوء زي ما عاش في هدوء، سيرته طيبة، ملوش في الحفلات ولا في السهر، ولا عمرنا سمعنا عنه أي حاجة مش لطيفة. ترك ذاكرة فنية وأرشيف غني محفور لغاية دلوقتي في تاريخ السينما المصرية. دي همستنا النهاردة عن فكري أباظة، وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.